السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي احسن حال يا رب. بسكوت الاوريو طبعا كلنا بنحبه. جميل. يعني عاوزة اقول لكم ان هو الباكو ده دلوقتي بقى ب6 جنيه. فاحنا عاوزين نوفر شوية وعندنا مكونات في البيت. ببيضة واحدة هنعمل 24 قطعة اوريو. هوريكم حشوة جميلة جدا جدا هتعجبكم. هوريكم النقشة بتاعة الاوريو دي تعملوها ازاي بطريقة بسيطة جدا وسهلة وكأنها جاهزة بالظبط. اي حد شافها وكلها ما يعرفش ان هي انا اللي عاملاها، افتكروها ان هي جاهزة. طبعا مع اختلاف بسيط في الحشوة بس كانت جميلة بصراحة. خليكم معايا في الوصفة الجميلة دي. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي نص كوباية سكر وسكر حبيبات وناعمة، بيضة واحدة، وطبعا فانيليا. عندي كوباية ونص دقيق، ونص كوباية كاكاو. الكاكاو خام اسباني بدون سكر عشان ما يغيرش معيار السكر. مش عاوزة كاكاو محلى، كاكاو بدون سكر. عندي معلقة، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة ملح، نص معلقة كربوناتو، ونص كوباية زبدة، وحطيت لها معلقة واحدة بس زيت. ممكن تستغني عن الزيت كمان عادي. هنبدأ بقى نحط الزبدة على السكر وهضربها كويس جدا جدا لحد ما تبقى كريمية إلى قدر الإمكان. ممكن تضربيها بمضرب كهرباء، مضرب يدوي، في خلاط، زي ما انت عايزة. بس في الأول إن الزبدة بتكون كانت في التلاجة، مش في درجة حرارة الغرفة. ودوت بيبقى سر من أسرار نجاح البسكوتات ديت، إن أنا أضربه. فهو في الأول بيفتت معايا كده، وبعد كده هتبص تلاقوا قوامه اتعدل وبقى مظبوط وهيبقى تمام. يعني تحس إن هو فاصل شوية أو مخرز، لكن بعد كده ما شاء الله القوام بقى عامل ازاي. تمام، هو دوت القوام اللي انا عاوزاه. هضربه ضربتين كمان وبعدين هبدأ احط البيضة، وبعدين احط البيضة مع الفانيليا، وهضربهم كويس جدا جدا لحد اما البيضة تختفي خالص. يعني هلاقي بقى كده كمان اللون الاصفر ده يختفي، يبدأ يبقى لونه ابيض شوية. ده عشان يدي هشاشة للبسكوت ويكون حلو وناجح معاكي. وانا بضرب الخليط دوت اخلي بالي لو الجناب جه عليها حاجة المها وارجع اضرب تاني علشان مخلش بالقوام بتاع المزيج اللي انا بعمله. هبدأ بقى هنا بعد ما الخليط فتح شوية كده احط الكاكاو واحط الدقيق. مفيش اي ترتيب معين، انا بس مجرد ان انا هقلب بس شوية بسيط كده. وبعد كده مجرد ان انا هقلب الدقيق فيه. انا بس بخلي العجينة يعني تمشي شوية بالدقيق كده عشان تنعم اكتر. لكن بعد كده هستغنى عن المضرب وابدأ ان انا استخدم الميكس العادي او بايدي او بالمعلقة، اي حاجة علشان ان انا بس اقلب الدقيق فيها. طبعا ما ننساش نخلط البيكنج باودر والفانيليا والكربونات مع الدقيق كويس. هنا بلم بس، وبعدين جيت لميت بايديا. وصلنا لمرحلة ان انا بلم مش اكتر علشان مش عاوزة اعجن كتير عشان ما تنشفش مني. هنا بقى عاوزة اوريكم القوام المثالي بتاع العجينة. بصوا هي ملزقة بس مش ملزقة انها تمسك في ايدي، هي تلزيق خفيف بس ما يعلمش في الايد او ما يمسكش في الايد. هسيبها ترتاح بس 10 دقايق كده وبعدين هاجي هفردها بقى. انا حطيتها عشان افردها وفتحت الكيس بتاع اللي هو المطبخ العادي، التلاجة، وفردت عليه. لو ما عندكيش استرتش افردي، بس السمك يكون رفيع شوية علشان هنخلي بالنا ان احنا هنحط بسكوتين على بعض وما بينهم هيكون في حشوة. فانا مش عاوزاها تكون سميكة قوي. اي قطاعة عندك تكون بقى مقاس الاوريو مش مقاس الاوريو، ايا كان بقى بقدر الامكان نفس الحجم تقريبا. شايفين ما شاء الله القوام بتاعها عامل ازاي والسمك بتاعها جميلة جدا، وتحسوا انها كمان طبقات من جوه كده جميلة، ولا بتمسك في الايد ولا اي حاجة. لما عندي بقى صينية فرن صاج حطيت عليه ورقة زبدة وهبدأ أرص البسكوت عليه. هنا هنيجي بقى للنقشة. أنا كنت جايبة بسكوت أوريو فعلا ومجنبة بسكوتية كده، وهستخدمها كهي الفورمة بتاعة النقشة بتاعتي. شايفين أنا بحطها على البسكوتة اللي أنا عاملاها وبضغط عليها بسيط كده، بتروح النقشة طالعة على طول معايا ازاي. هي الأوريو بالظبط، حاجة ماهيش مكلفة، حاجة بسيطة وسريعة وسهلة. وشايفين ما شاء الله الفورمة طالعة مظبوطة قوي ازاي. حتى البسكوتة بقدر الإمكان كانت نفس حجم بسكوت الأوريو. ادي الشكل في الآخر اهوت جميل ازاي. هدخله بقى على فرن يعني متوسط الحرارة، ما يكونش لا عالي ولا هادي قوي. مش هقدر أقول طبعا يعني على كام بالظبط لأن أنا ما عنديش اللي هو التايمر. بس هحطه على فرن متوسط الحرارة، ما بتاخدش 10 دقايق بتكون مستوية تمام. هنيجي بقى للحشوة الجميلة. أنا عندي شوكولاتة خام بيضة سيحتها على حمام مية. لو عندك ميكروويف حطيها في الميكروويف،
وبعدين اما ساحت كده حطيت عليها معلقتين زبادي اي نوع. هفضل اقلب اقلب كده لحد ما تدي القوام الكريمي زي ما هتشوفوه دلوقتي. هي بادئه ان هي تتقل شويه بالزبادي. ممكن تحطي قشطه لو عندك. انا هنا حطيت الزبادي بقى القوام عامل ازاي جميل ازاي. بعد ما القوام بقى حلو قوي كده، دي علشان برضو لسه دافية شوية، ما تتحط في التلاجة هتبقى أتقل كمان. ممكن تحشي بيها كده عادي، بس أنا بصراحة جبت معلقتين كريمة لباني مش كريم شانتيه. وبدأت بقى إن أنا أقلبها. أنا عندي المضرب اللي هو اليدوي الجميل دوت، ما شاء الله في ثواني بيروح عامل الميكس على طول وجميل. قلبت بيها فاداني طعم أغنى، يعني طعم أحلى. مش الكريم الشانتيه، الكريمة اللباني ممكن تنفع بكريم شانتيه، بس انتوا عارفين ان كل حاجة هيبقى لها طعم مختلف عن التاني. شايفين بقى بعد ما بردت وتقلت وجميلة ازاي. هنبدأ بقى بسم الله نحط الحشوة بعد ما البسكوت يبرد تماما يا جماعة. لو لسه البسكوت دافي شوية هتلاقي الحشوة دي مش هتمسك، مش هتبقى مظبوطة معاكي. لازم البسكوت يبرد خالص قبل الحشوة. هنبدأ بقى نحط طبعا الحشوة ونحط الواحدة التانية عليها، وشايفين بقى الجمال. أوريو مظبوط تمام. بقدر الإمكان بصراحة بتبقى أقرب ما يكون لطعم الأوريو فعلا اللي احنا جايبينه جاهز. ما شاء الله حاجة سريعة وحاجة موفرة وحاجة جميلة في البيت، وما بتاخدش وقت خالص ولا تكلفة. يعني حاجة بسيطة عملت لنا الكمية دي كلها ازاي. جميلة جدا جدا. ولو مش عاوزة تحشيها، بدل ال24 قطعة يبقى معاكي 48 قطعة بسكوت بطعم الأوريو. جميلة بقى. ممكن تدخل في يعني وصفات كمان كتير. تشيز كيك كتير، غير ان هو بتقدري تاكليها كده وتديها طبعا لولادنا في المدرسة. سهرة كده ويقعدوا ياكلوها كده بين الوجبات. حاجة مغذية وحلوة عاملاها على ايدك. ويعني اقول لكم تكلفتها يعني مفيش. عايزة اقول لكم لو الوصفة عجبتكم ما تبخلوش علينا باللايك. ولو انتوا يعني عاوزين تفيدوا بيها حد اعملوا لها شير. ما تنسوش الكومنتات الجميلة اللي بتسعدني. ارجو يا رب دايما تكونوا بخير واشوفكم دايما على الف خير. دمتم بألف خير.